بسم الله الرحمن الرحيم. من رابطة عزف الأقلام العربية وبإدارة المدير العام الأستاذ الشاعر سيد منير عطية، يقدم لكم حلقة جديدة من مشوارنا الذي سيأخذنا إلى عالم الشعر والذكريات والإبداع مع مشوار شاعر. وضيفتنا أديبة وشاعرة أبدعت فتألقت من المملكة الأردنية الهاشمية، الأستاذة ابتسام بطانية، حاصلة على دبلوم كلية المجتمع بالعلوم العامة، وخرجت معلمة متقاعدة بعمر الورد، حيث بدأت حياتها الأدبية البسيطة في المناسبات والأعياد الدينية والقومية، واشتركت بعدة مسابقات مدرسية في الشعر والخطابة وكتابة القصة القصيرة والمطالعة، وحصلت على عدة جوائز رمزية وشهادات تقدير، حيث اشتركت بصحيفة الدستور الأردنية وكتبت فيها بشكل دائم للوطن والتغني بأمجاده وحضاراته. تعالوا معنا نتعرف عن قرب أكثر. ومن هي ابتسام بطانية؟ بداية بحب أرحب في الأستاذة الأديبة رحمة بلال، وبشكرها كثير على استضافتها إلي في هالحلقة مشوار شاعر. وبحب أقدم شكري إلى السيد مدير رابطة عزف الأقلام العربية الأستاذ الأديب الشاعر السيد منير عطية، وبشكره كثير اللي أتاح لنا هالفرصة هاي للقاء. أهلا وسهلا بالأستاذة الشاعرة ابتسام بطانية، ولحضورك معنا في هذه الحلقة من برنامجنا مشوار شاعر. وبداية أستاذة ابتسام، هل لك أن تحدثينا عن بداياتك في اعتناق الأدب؟ ومن اكتشف ابتسام بطانية؟ طبعا نظرا لأني بدأت مبكر في سن الطفولة، يعني بدك تحكي وأنا على مقاعد الدراسة الابتدائية يمكن سنة 1970، كنت أكتب الخواطر البسيطة السهلة، تصحح لي معلمة اللغة العربية أخطائي إذا وجد. كتير كانت تتميز بحبي فيها، يعني هاي الكلمات للوطن. كنت أكتب كتير عن الوطن بهذيك الفترة، لأني أتحمس عشان أقرأها تاني يوم بالبرنامج الإذاعة المدرسية الصباحي، أتغنى كتير بالوطن الجميل. أول كتاباتك أستاذة ابتسام بطانية عن أي شيء كتبت؟ وهل ممكن تذكرها أم ما زالت بذاكرتك؟ بداياتي الأدبية كانت قديمة طبعا، في بداية وأنا طالبة في المرحلة الأساسية سواء الابتدائية أو الإعدادية. أول ما تفوقت في مادة الإنشاء في اللغة العربية انتبهت لي معلمة اللغة العربية، دعمتني كتير، كانت تقرأ مواضيع على الطالبات وأفرح أنها بتقرأهم واسمعهم. هل لك أن تحدثينا كيف انتقلت ابتسام بطانية الشاعرة من محيط الأسرة إلى عالم الفيس ولمعان اسمك على صفحات التواصل الاجتماعي؟ جو الأسرة عندي بالنسبة إلي أنا كتير زاخر بالمواهب والأدبيات. مثلا أنا بالنسبة لأبنائي عندي بنتي الكبيرة الدكتورة الصيدلانية ربا دويكات، هي كانت متميزة جدا وشاعرة منذ نعومة أظفارها. طبعا أخذت عدة جوائز وبطولات، مشان هيك إحنا كنا نتابعها أدبيا. كنت أنا دايما باستمرار أقرأ لها وأستفيد أنا صراحة، وأثري كلماتي وأثري إنتاج الأدبي. هذيك الفترة هي فازت بشاعر المليون الموسم الرابع في أبو ظبي عام 2010.
طبعا، وحصلت على جائزة متقدمة كبيرة في تقريبا المرحلة اللي قبل الأخيرة لشاعر المليون اللي فازت فيها. فوزها أثرى مثل ما حكيت لك سابقا في لغتي، وكمان وجود ابني إعلامي مدير قناة فضائية في البيت، كان طبعا يعمل برامج ونسق كتير، كنت أتعاون أنا وياه ونكتب عدة لقاءات صحفية. يعني أنا أبدعت في كتابة اللقاءات الصحفية، سواء الميدانية أو اللي بدها تبث عبر القناة الفضائية اللي كان يقدمها، زي برنامج حوار مع مسؤول. كنت أنا كتير أنسق في هاي الأسئلة. وهذا كذلك أنا عندي بنتي الإعلامية شهد، مذيعة في إذاعة الجامعة الأردنية، برضو لما بتكتب برنامجها تسألني طبعا كيف ماما هاي كيف هاي. كنت كتير أفيدها في تنسيق العبارات، في عمل التهيئة، في عمل يعني خلنا نحكي شارة لبرنامجها. برنامجها اسمه حبر ووتر، وكنت أنا أبدع فيه كمان أنا وياها، يعني أستفيد كتير من الأشياء اللي بدها تطرحها وأقدمها. ماذا يحرك أحاسيس الشاعرة ابتسام بطانية عند الكتابة أكثر شيء؟ الحب أم الحزن أم الحنين؟ أكثر شيء بميز كتاباتي اللي هو طابع الحزن فيها. بميل للحزن في كتاباتي، نعم، في تعبير عن عاطفتي. أنا من النوعية اللي إنسانة عاطفية، الجميع يعني يجمع أني إنسانة عاطفية، وبميل لنظرة الحزن في كتاباتي، بحيث أنه بستوحيها دائما من الصور المجتمعية اللي حولي، في بيئتي، في بلدي، في واقعنا العربي. كل هاي الصور بتتجاذب داخل نفسي، وبتتعانق مع القلم معي، وبتثور عندي عاطفة جياشة جدا، بحيث إني أكتب بنظرة حزن. وحتى في نهاية كتاباتي وخواطري بوقع بقلمي حرف حزين. النسيان نعمة، ما الذي تتمنى نسيانه الشاعرة الأديبة ابتسام بطانية؟ أكيد النسيان نعمة أنعم الله بها علينا. لولا نعمة النسيان كان بقي الإنسان سجين لآلامه وحبيس لذكرياته، كان ضل الإنسان يتألم على الأمور اللي مرت فيه في حياته. عموما يعني ما في إنسان يخلو من أن يكون في ماضي شيء مؤلم أو شيء لا يحب أن يتذكره. فعلا أتمنى أنها تأتي اللحظة التي أنسى فيها تماما ذكريات مؤلمة مرت علي في حياتي. الله، السفر إلى عينيك خاطرة في الشعر جميلة جدا، كتبتها شاعرتنا ابتسام بطانية. حبذا لو تقولين منها لنا مقطعا نستمع فيه إليك. هاي الخاطرة كتبتها قبل كم من يوم، كتير بعتز فيها. اسمها السفر إلى عينيك. راح أقرأ هاي الخاطرة لكم. هي تعشق السفر، صامتة هي، تلوذ بالكلمات استحياء، لن تقف أمام نظراتك، تحدق بكل شيء حولها، أوراقها، أقلامها، كراسات تلاميذها، إلا عينيك. لن تبحر بزورقها الصغير إليها، لا تقوى على الإبحار، ولن ترتجل المسير، لا تتحمل السفر، تراها عاجزة كل العجز عن حلمها، ترتب أحلام الطفولة وتعبث بألعابها، وتنثر شعرها الغجري على كتفيها، وتداعب بأناملها الناعمة خد الطفولة، تريد العودة لتبدأ من جديد، ترنو لعالم آخر بريء.
أم أتخلق مضغة في رحم أيام جديدة وأولد بطلقة واحدة أعاكس المألوف وأخترع المذهل لأرتقي لأمحو صورة أرهقها الألم وتسابقت حروفي والقلم ورسمتها في سطور للأمم إن الجحود والنكران قمة الألم وإن الحب لا يموت كالبشر وإن الحروف تهجن بالوتر وتعزف ألحان القلم لرابطة عزف الأقلام العربية بشجن. لو رجع بك الزمن إلى الوراء، فما الأمور التي كنت تودين تحقيقها؟ ابتسام بطانية، بعد أن ندمت إنك قد ضيعتها. هذا السؤال كتير حلو، اللي هو لو رجع الزمان إلى الوراء. ليت الشباب يعود يوما. طبعا اللي أمنيات كتيرة ما حققتها بحياتي، كنت أحلم فيها، بس يمكن الظروف شاءت إنها ما تتحقق. منها أكثر شيء يعني يدمي قلبي اللي هو إكمال دراستي العليا الجامعية، أحصل على مؤهلات عالية، ماستر، دكتوراه. بس لسوء الحظ أنا اكتفيت يعني بدراسة بسيطة. شهادتي أنا دبلوم في العلوم العامة من معهد الأميرة عالية. مشان هيك ضاع علي هذا الحلم. وفي الحلم الثاني اللي برضه بعتبره خطأي الوحيد، إنه أنا طلبت التقاعد، يعني أنا طلبته بناء على رغبتي الشخصية نظرا لظروف معينة كانت عندي، اللي هو في عمر الورود. يعني أنا تقاعدت من ملاك وزارة التربية والتعليم، كنت أدرس أنا معلمة. تقاعدت في عمر الورود يعني وأنا في بداية الثلاثينات. فبعد ما مشت عجلة الأيام معاي كتير تندمت، كتير إني أنا ما حققت، يعني ما، لأني بعشق التدريس أنا صراحة، ما حققت طموحاتي في وظيفتي. كنت لسه صغيرة ويافعة وبأول شبابي، فما حققت حلمي. أي موضوع يستهويك أكثر؟ الشاعرة ابتسام بطانية، لتكتبي عنه؟ الحب أم الوطن أم الأنثى؟ كتبت في أكثر من مجال، استهواني يعني كل المجالات تقريبا. كتبت في الحب، في الوطن، في الأنثى. يعني أنا إذا بدي أعطيك نماذج على كتاباتي، مثلا في الأنثى كتبت قصيدة أنا الحضارة، استعرضت فيها صراحة يعني قصة حياتي، سيرتي يعني الذاتية. كتبت في الوطن اللي هو قصيدة جميلة كتير اسمها أنا الأردن، نزلتها في الجمهورية أونلاين. وفي عندي في الحب قصيدة السفر إلى عيني. الأستاذة الأديبة الشاعرة ابتسام بطانية، أشكرك ونشكر لك حضورك المتميز والرائع في حلقتنا المتميزة مع مشوار شاعر، وتمنياتنا لك بكل التوفيق والنجاح من رابطة عزف الأقلام العربية. لك كل التحية وشكرا لك. بحب أشكرك أستاذة رحمة بلال في نهاية حديثنا على هذا اللقاء الصحيح الجميل الحلو في مشوار شاعر. أسعدتيني جدا بأسئلتك، وإن شاء الله أكون أني استطعت أني أجاوبك عليها. والشكر موصول طبعا لأستاذنا الأديب الشاعر الكبير السيد منير عطية، مدير عام رابطة عزف الأقلام العربية، اللي فعلا دعمني ووقف بجانبي وجعل القلم يرتقي. بغاية الشكر والامتنان لكم، وربي إن شاء الله إنه يجعل رابطتنا رابطة عزف الأقلام العربية في أبهى صورة. ولا أنسى طبعا الكرم الكبير اللي أنعم علينا في أستاذنا سيد منير، بأنه بالنسبة لجائزة الجائزة الشهرية الكبرى
القادمة تفضل حضرته إنها تكون برعايتي. هذا طبعا دين في عنقي وكرم أخلاق كبير منه، بشكره جدا عليه. وإن شاء الله إنها تصير المسابقة ويفوزوا الشعراء والأدباء القادرين فيها، وتقام احتفالية كبيرة فيها وأمسية شعرية. نتمنى على الله إنها تنجح. وشكرا كثير إلك، شكرا.